خوتي المغاربة، السلام عليكم. استفدت الجزائر من سنوات لدعمها لمرتزقة البوليزاريو، واليوم بداية دعم تمثيلية جديدة اسمتها تمثيلية جمهورية الريف. ماذا استفادت وماذا تريد الجزائر والعصابة الحاكمة هناك والكبرانات الجزائر من وراء هذا الدعم؟ هذا اللي خصو يعرفوه الجميع، واللي يعرفوه الجزائريين كالمغاربة كالعرب. إذا ماذا تريد الجزائر من وراء دعمها لتقسيم المملكة المغربية؟ كل من أراد أن يقسم المملكة المغربية تدعمه الجزائر. هذا هو إشكال الدولة الكرغولية، وهذا إشكال الهكاويين. التحقوا بنا للدعم ديال الصفحة ديالنا. هشام خضري، قناتي لا تنسى الإعجاب والاشتراك. المغرب أولا ولا غالب الله، وعاش المغرب ولا عاش الخير. يعلم الله كم أحبك يا وطني، يعلم الله كم أدافع عنك يا هذا الوطن. إذا مرة أخرى الجزائر خرجت علينا بتمثيلية جديدة، واللي هي تمثيلية جمهورية الريف كما قالوا، من بعد تمثيلية الروبيني اللي فيها مرتزقة البوليزاريو، واللي استفادت من أموال الجزائر لأزيد من 50 سنة. لكن أنا على ما يبدو لي هو أنه إحدى المسامر التي دقت في نعش مرتزقة البوليزاريو ما يسمى بمرتزقة البوليزاريو. نعرف بأن المغرب أنهى هذا الأمر، وأن الأمر هو مجرد أيام فقط حتى تتم إزاحة المنطقة العازلة، المنطقة التي كانت دائما مصيدة للجردان مرتزقة البوليزاريو. لكن ماذا استفاد العصابة؟ ماذا استفاد الحكام ديال الجزائر؟ ماذا استفاد الذين يدعمون حكامهم في تقسيم المملكة المغربية؟ العقيدة المغربية كما نعلم وكما يعلم الجميع أنها عقيدة من أجل توحيد الأمم، جمع شمل الأمم، من أجل إنشاء تكتلات دولية. وكنعرفوا كيف عمل الحسن الثاني رحمه الله في هذا اليوم، ورحم جميع أموات المسلمين، اتحاد المغرب العربي والاتحاد المغاربي، وكيف جمع شملنا مع أشقائنا هناك بدول المغرب العربي. لكن شاءت الأقدار أن يتوقف العمل باتحاد المغرب العربي. بقيت الأمور على حالها حتى خرج علينا عبد المجيد تبون وهو يجمع ليبيا قال وتونس وموريتانيا، قال لك أنه يعد اتحاد المغرب العربي. مفاجأة وبدون سابق انذار ليبيا تراسل الجزائر وتقول لها كيفاش انت درتي وكيفاش انت اسستي هذا المغرب، هذا اتحاد المغرب العربي، وحنا ما خبرناش بانه كان مجرد اجتماع ما بين عبد المجيد تبون وممثل ليبيا وقيس سعيد وموريتانيا اللي ما حضرتش. موريتانيا تفاجأت كذلك، وحتى تونس التي تدعم الجزائر تفاجأت بما قام به عبد المجيد تبون، وهو يحاول خلق أزمة إقليمية خلقها دائما. إذا أزمة إقليمية كتزيد وكتكبر. اليوم كتبان العزلة ديال الجزائر والعزلة ديال نظام الجزائر ونظام الكبرنة في الجزائر. ليوم على يوم إخواني أخواتي كتزاد العزلة ديال نظام عبد المجيد تبون ونظام الكبرنة في الجزائر. شفنا كيفاش عندها علاقات متوترة مع موريتانيا، اليوم ليبيا، غدا تونس، بعد غدا الإمارات العربية المتحدة. المهم لا علاقة لها مع أي دولة من الدول علاقة جيدة. هذا إشكال الجزائري، هذا إشكال الكرغولي، وهذا إشكال العقلية ديال الكبرنة، ودائما بشعارة فارغة وإلى غير ذلك. لكن إنشاء التمثيلية ديال الريف صراحة فالتمويل كان تمشي لمرتزقة البوليزاريو، كنقولوا مثلا واحد 100 مليار ولا 600 مليار دولار كتمشي لمرتزقة البوليزاريو. اليوم غادي خصهم اما يرفعوا القيمه وتولي 500 للتمثيليه ديال البوليزاريو و500 للتمثيليه ديال الريف، او يفرقوا لهم ديك ال 500. فهنا الاستنتاجات كتقول بان الجزائر في عوض ما انها تقسم المملكه المغربيه اصبحت تدعم وتدعم المملكه المغربيه، واللي